السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ النهاردة الفيديو ده يفيدكم جدا في فكرة إن هو لو أنت حابب تشتغل أونلاين في كل حاجة من تليفونك من موبايلك يعني. هعرض لك 6 تطبيقات، في منهم المعروف وفي منهم اللي مش معروف قوي، بس أغلبهم أو كلهم يعتبروا معروفين. فأول تطبيق معانا اللي هو تشات جي بي تي. أجيب لك السكرين بتاعه في جوجل بلاي. طبعا ما حد غني عن التعريف، مش محتاج إن أنا أعرفك تعمل فيه إيه بالظبط، بس أنا أفتحه لك يعني بحيث إنك أنت تبقى عارف إيه هو بيعمل إيه بالظبط أصلا. في كل يوم تحديث وابديت جديد ليه يعني، او كل فتره بينزلوا له حاجه جديده بيضيفوها له يعني. وغير البلس اللي هي الخطه اللي هو بيدفع لها مثلا مدفوعه بفلوس، بحيث انك انت ايه يعني. مثلا بقول له اذكر لي تطبيقات لتسجيل الشاشه مثلا، او تسجيل المكالمات. نفترض ان احنا هو هيجيب التطبيقات كلها وبيقول لي thinking longer for better answer، انه بيفكر اطول ان هو يجيب لك حاجه اجابه كويسه يعني، تبقى تديله عليها تقييم او اللي هو ايه تعجبك. فهو بياخد فتره شويه عقبال ما بيبحث في السيرش واخد 21 ثانيه. ف دي اندرويد اي او اس. عندك بيكتب لك في تطبيقات كتير يعني انت ممكن تستخدمها. وده كان بالنسبه للاندرويد في الاول تقريبا، وده الاي او اس الايفون بس. ده بالنسبه للشات جي بي تي يا شباب. تاني حاجة معانا اللي هو جيميناي او جوجل جيميناي. برضو ده مش محتاج ان انا اعرفه لك. ف يعني مثلا لو نفترض ان احنا هنخش على جوجل جيميناي، هي بتبقى جيميناي اصلا على طول. طبعا انا محمله مسبقا وداخل بحسابات مسبقا برضو، فمش لسه هعمل حساب يعني او هحمل. هقول له مثلا ارسم لي صورة معينة، ارسم لي صورة نجوم بداية المساء مثلا، حاجة زي كده. هو بيرسم زيه زي تشات جي بي تي، بس يمكن هو بيدي حاجة أحسن. إن هو إيه، مش عارف جابها منين، بس هو أكيد جايبها من جوجل يعني، أكيد يعني. ده بالنسبة لجيميناي. من التطبيقات الكويسة جدا في حيث في الذكاء الاصطناعي، أو لما بيصمم لك الصور يعني. أنا بحطها كتير على الفيس وفي كل حتة، فأنصحكم بيه يعني كويس. ونشوف الثالث ابلكيشن بعد جيميناي، كانفا فيه برضو اي اي اتضاف له، تمام. ويعني هو ويت يا شباب. كانفا كان من فترة كبيرة. كانفا اصلا مش جديد ومعروف من زمان، بس تقدر تصمم من عليه حاجات كتير يعني انت قلت لك ان تشات جي بي تي هيساعدك تكتب او تخطط او تتعلم حاجة بسرعة. لو هنيجي او هو وجيميناي برضو ده وده، لو هنيجي الكانفا ماجيك ستوديو، بيديك فكرة الصور او في الفيديو اللي هو بيعملها لوحده بشكل احترافي. بس انت برضو بتقدر تعمل ايديت لوحدك، وفي مليون قالب او حاجة تقدر تشتغل منها، والريزيميز والسي فيز ومش عارف ايه. ويعني موقع مشهور جدا ده الابلكيشن منه، في موقع وفي كمان للديسكتوب او للكمبيوتر او البي سي والكلام ده يعني. فنخش في احنا قلنا كده 3 ابلكيشنز. الرابع 11 لابس، طبعا اتكلمت عنه قبل كده. 11 لابس لو عايز صوت يعني كويس للفيديو والفيديوهات بتاعتك تستخدم 11 لابس. بيحول اي نص او اي حاجه مكتوبه كده يحولها لصوت طبيعي يعني. هوريك مثلا، افترض نجربه معاكم ونشوف. مثلا هنكتب ايه. بقول له مثلا I need you to start working. I need you to start working. هو بيعمل حاجات كتير كويسة جدا يعني. I need to start working في أكتر من فويس، هو مش ده بس أهو. في حاجات كتير ممكن تستخدمها. نستخدم لورا. Our distrust is very expensive. فنستخدم لورا. I need you to start working. مع لورا بقى. I need you to start working. ده بالنسبة ل 11 لابس IO. طبعا كانت عليه فيديو قبل كده. تطبيق جميل جدا.
كاب كات مش محتاج ان انا اتكلم عليه، لان هو التيك توكرز او الناس اللي بتوع التيك توك حاسين بيستخدموه مش دايما، بس ده حاجة أساسية. تمام يا شباب، خلينا نشوف موضوع الكاب كات. كاب كات بتقعد تاخد مثلا قالب فيديو، بتعمل تحط كذا صورة ورا بعض، بتحط كذا مش عارف ايه، بتعمل ايه، بتعمل حاجات كتير. يعني هو الفكرة من كاب كات ان هو بيسهلك شوية في موضوع الفيديو، انك بتعمل فيديو كتير بسرعة، بتحط على التيك توك بيجيب ريتش او بيطلع ترند، او على كل شوية تمبلت طالعة جديدة زي اللي هنا دي اهي. بتعمل ايه الحاجات دي، ده بالنسبة للكاب كات. تمام يا شباب. ف نيو بروجكت تمبلتس. فشباب هو احنا مش هنطول في موضوع الكاب كات عشان ده معروف. نوشن اخر واحد معانا. احنا قلنا ليفل لابس بيحاول ينص صوت، يعني يعتبر طبيعي اصلا كأن بني ادم اللي بيتكلم. قلنا ان كاب كات بتلاقي تأثيرات منتجة عليه سهلة يعني، او تمبلت زي ما قلت. ونوشن اي اي انا محمله برضو، وده اللي هو نوشن اي اي. تنظم شغلك، مشاريعك، تتابع كل حاجة بسهولة شوية. عندك اهو تو دو ليست، بتعمل مثلا لو نفترض ان احنا نعمل بروجكت بلانر. عشان نفتح بس عشان ايه، مش عارف هو النت فيه المشكلة ولا بتاع الابليكيشن هو اللي بيطول. ثانية ثانية. بيطلب منا نكتب كذا، بس في حاجات ناقصة مش عارف مش ظاهرة. بدأت تظهر اهي. تمام يا شباب. نوشن اي اي بينظم الشغل والمشاريع والحاجات دي كلها يعني. مش عارف والله، هو هي المساحة هي اللي تكون معلقة، بس ايه، بحاول اوريكم تعملوا يعني. ممكن زي شات جي بي تي كده، او حاجة زي الاي اي ده اصلا. هو اي اي نوشن يا جدعان، بس اسمه نوشن اي اي. فجربهم مع بعض بقى او جربوهم مع بعض، وهتشوف ايه إن تقدر تدير شغلك ازاي، او بالكامل من موبايل بس، او من فون مثلا، او ديفايس مثلا، حاجه زي كده. ماشي. ف بس يا شباب، دي كانت نهايه الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو المره دي. انا عارف ان هو هيدخل في ال10 دقايق، بس احنا هنظبطها يعني. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وان اللي جاي هيبقى يعتبر احسن بكتير من الفيديوهات، اللي كل مره يبقى فيه حاجات جديده، وكل مره احسن من الفيديوهات، وكل مره يبقى حاجات احسن ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب للمشاهده، وكان معكم احمد العربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.